خالد خدوده كبرت ما تكبر، هو بياكل من تلاجتكم؟ خدوده كبرت ما تكبر، هو بياكل من تلاجتكم؟ ما ياكل ويشرب براحته، هو هيعيش كام مرة؟ ما يبقلظ ويسمن. خلي العز يبان عليه، مش هيبقى رفيع ومعصعص. البلوجر أم خالد جابت آخرها من كل اللي بيتقال عليها الفترة الأخيرة، والكل ملاحظ العز اللي بان عليهم في اللبس والأكل، وخاصة تخن ابنها خالد، وبقت تعاير الناس بابنها. أم خالد لاحظت إن المتابعين سابوا كل حاجة ومسكوا في خدود خالد، وبيسألوا من أين لك هذا يا خالد؟ علشان كده طلعت وردت على كل اللي بيهاجموها هي وابنها، ومش هتصدق قالت إيه؟ إزاي عايرت الناس بابنها، وإزاي استغلت ابنها في الفيديوهات، وليه بعد ما قالت مش هتطلعه معاها تاني رجعت تطلعه وبتلوم الناس على كلامهم على ابنها. بتعمله لانش بوكس وهو رايح الحضانة، يعتبر غدا لشاب في الثلاثينات في شغله، فطبيعي يبان التخن عليه. علشان كده الجمهور لاحظ خدود خالد المبقلظة، والدنيا قامت على أم خالد. مش هتصدق عملت ايه؟ خالد أخد عين جابته الأرض قبل كده، ورغم كل التحذيرات من المقربين ليهم إلا إن أم خالد ما كانتش بتركز في الحسد وسايباها على ربنا لحد ما حصل له تعب شديد. ومن هنا قررت أم خالد إنها مش هتظهره معاها تاني في الفيديوهات. الدنيا قامت وهاجموها وبقوا يقولوا لها على إيه هيتحسد من حلاوته، ولكن في بعض الناس زعلوا عليه وطلبوا منها يكملوا سوا في الفيديوهات، وفعلا استجابت ليهم. وده مش حبا في الجمهور على قد ما هو وجود خالد معاها بيفرق في المشاهدات والأرباح. وقدرت أم خالد تستغل ابنها الصغير علشان الدولارات، لحد مؤخرا ظهرت هي وابنها خالد في فيديو بيردوا على اللي بيهاجموها وبيتريقوا على خدود خالد، وإنه تخن قوي عن أول ما ظهر معاها، وكفاية أكل ولازم ياكل أكل صحي مناسب لسنه. أم خالد ممكن تقبل أي نقد ليها، لكن عند خالد وستوب، وقررت تقول كل اللي جواها وبمنتهى الحدة اللي في صوتها وعصبية أول مرة تظهر فيها بالشكل ده. أم خالد شغلت الكاميرا وفجأة ظهرت بتجر خالد من إيده وهو لابس التيشيرت بتاع أبوه ومزوده تخن فوق تخنه، وكانت بتغيظ وتعاير الناس. لسه خالد بيقول ما هاكل براحتي، وزي ما يكون محفظاه يقول إيه. قالت له ما تعصبش نفسك يا حبيبي وما تتكلمش، وقررت هي تتكلم، وخالد كل اللي عليه يهز راسه ويأمن على كلامها. بقت تشد في خدود خالد وتمط فيها وتقول ما ياكل براحته، هو بياكل من تلاجتكم؟ هو هيعيش كام مرة؟ ما يبقلظ ويسمن زي ما هو عايز، بسم الله ما شاء الله مصروف عليه وباين عليه العز مش معصعص، هو حر ياكل اللي نفسه فيه ويحقق اللي نفسه فيه، أحرمه ليه؟ طول ما أنا على وش الدنيا مش هحرمه من حاجة. وبدل ما تحسدوه كده قولوا ما شاء الله. محدش هيخاف على صحته أكتر من أمه. ليه الناس بتقول خايفين على صحته ولازم تأكليه أكل صحي وهيلثي؟ أم خالد ردت وقالت ده عيل صغير وعنده 4 سنين، وأنا في سن خالد كنت أعمل من خالد 4. وحكت موقف وهي صغيرة لما عمتها كانت شايلاها حصل لها مزق في دراعها من تقل أم خالد ووزنها الكبير. خالد طويل وهيفرد طول، وبدل ما انتوا قاعدين ومركزين خالد اكل ايه وشرب ايه وعمل ايه وراح فين، قولوا له كلمه حلوه وما تبصوش في اكله. انتوا مالكوا؟ ما يعمل اللي يعمله براحته. هو احنا عندنا كام خلوده؟ لو مش خلوده اللي هياكل ويشرب براحته مين اللي هياكل؟ يا اختي كلبوزه وجميله وراجل ملو هدومه. وده لان القرد في عين امه غزال، ومين هيشهد لخالد؟ أكيد أم خالد. انتوا بقى مع ولا ضد ظهور عيل صغير بيلقن ورا أمه كلام أكبر من سنه بالطريقة دي؟ وهل بتتعمد تظهروا معاها علشان المشاهدات فعلا زي ما اتقال، واستغلال ابنها الصغير وإنه ما ينفعش يظهر بالطريقة دي معاها، وإن الأفضل تستغل موهبته دي في حاجات أفضل؟ شاركونا في التعليقات.